إذا النصر كما هو بالأرقام في هذا الموسم عبر الهاتف. يلتحق بنا الآن مباشرة الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر الذي هو أيضا غائب عن النصر كما هو النصر غائب. أولا نرحب بك سمو الأمير، أهلا بك معنا. بودي أن أسأل سمو الأمير يعني السؤال البديهي أعتقد، أين أنت ولماذا كل هذا الغياب؟ والله بسام انا يعني متواجد موجود، وطبعا اجريت فحوصات طبيه. نعم. ونصحوني الاطباء بالراحه واجراء بعض التمارين الرياضيه لانقاص الوزن. نعم. طبعا يعني نقص وزني الحمد لله. طبعا صحتي الحمد لله بخير، وان شاء الله بعود قريبا للمملكه. لكن نعم. ودي انبه على انه أنا متابع للنادي طبعا، وكل التقارير توصلني من الإدارة، وعلى اتصال دائم بأعضاء الشرف ومجلس الإدارة. جميل. وطبعا متواجد الأخ عامر السلهان نائب الرئيس، والحمد لله ثقتي فيه كبيرة جدا، وما في أي فراغ بتواجد نائب الرئيس والتواصل معي دائم. طبعا ارجو ان يعذرني محبي النصر. نعم. على هذا الغياب، يقدرون الظروف اللي امر فيها. يعني انا ماني بغايب للسياحه او لمرافقه احد او لاي سبب اخر، فقط فحوصات طبيه للاطمئنان على صحتي. جميل جميل سمو الامير، ان شاء الله ترجع يعني بصحه وسلامه. يعني نقول لك الحمد لله على سلامتك. خليني سمو الامير يعني ادخل معك ايضا في نربط بتقرير عن النصر الماضي. يعني كيف تصف ما يحدث لفريقك الآن؟ خروج من الآسيوية، هزيمة منكرة يعني في الإطار المحلي أمام الاتحاد، يعني الفريق يكاد لا يقف حتى يعود ليسقط. طبعا بالنسبة للآسيوية احنا خسرنا مباراتنا في دور 16 يعني وخرجنا من البطولة. طبعا ما قدمنا المستوى المطلوب اللي يشعرنا بالبقاء وتشريف الكرة السعودية. كنت أتأمل إنه الفريق يعوض خسارته في الدوري او انه خروجه من الاربعه الاوائل في الدوري. نعم. في هالبطوله، لكن ما باليد حيله. طبعا هذه كره قدم فيها فوز وخساره. طبعا انا اقدر جميع جماهير نادي النصر العظيم. نعم. واقدر حزنهم وغضبهم علي وعلى الاداره طبعا يعني. نعم. وعلى اللاعبين. من حق الجماهير طبعا ان تغضب، ومن حقها ان تطالب، ومن حقها ان تحزن. وانا اقول كل الجماهير طبعا انا اتاسف كبير طبعا باسمي وباسم اعضاء مجلس الاداره على اللي حصل هالسنه. لكن ان شاء الله نوعدهم بالافضل في القادم ان شاء الله. نعم جميل. طيب بالنسبه للدوري سمو الامير، تحدثت على الاسيويه فقط، بالنسبه للدوري والمنافسات المحليه مرضيك الفريق؟ بالنسبه للدوري طبعا انا ما ابغى اختلف اعذار يعني، لكن الدوري كما شاهد الجميع يعني صارت لنا ظروف صعبه من التحكيم طبعا، وبعض الاصابات. محمد سهلاوي، عبد البرناوي، ريان بلال، محمد عيد اصيبوا في اوقات مهمه في الدوري. نعم. طبعا الفريق زي ما شفتوا جميعا انه خسر نقاط كثيره بالتحكيم. طبعا عندنا مباراه التعاون، مباراه الشباب، مباراه الاتفاق، الوحده، الاهلي الاخيره اللي كانت بالنسبه لنا يعني شيء عجيب غريب. طبعا يعني ما ابغى اختلف اعذار يعني. نعم. طبعا حكامنا يبغى لهم مراجعه من جديد على المباريات. طبعا انا طلبت من الاخوان في الاتحاد السعودي انه يتغير السنه الجايه الحكام الاجانب، يعني ما يعطون 4 مباريات فقط، تصير اكثر 8 ل 10. طبعا انا افضل نحطها في مباريات ما هي الفرق الكبيره، المباريات الاخرى اللي طيب. في الدوري. اي سمو الامير يعني واضح انك تبرر، خليني اقول انا اقبل يعني هذه المبررات، لكن انت ايضا تقول احنا وقعنا في اخطاء، تتكلم عن ادارتك. ايش الاخطاء اللي وقعت فيها بالضبط؟ لا انا ما ابرر ولا بقول مبررات، لان الجماهير في هالوقت يعني في حاله لا تقبل اي مبررات. الجماهير طبعا عاطفيه، تبغى تكسب، ولو فزنا المباراه الجايه طبعا امام الاتحاد طبعا الجماهير بتكون فرحانه ومبسوطه بعد اذا فزنا على الاتحاد تاهلنا الدور النصف النهائي. طبعا يعني احنا عملنا واجتهدنا. نعم. وحاولنا تعاقدنا مع لاعبين سعوديين بارقام ماليه كبيره وهائله. وهذا اول مره يصير في نادي النصر طبعا.
جلبنا مدرب كبير، طيب. معسكر خارجي. طبعا زنقة هو اللي اختار الاجانب، ما وفق في اختيار الاجانب طبعا. احنا لو وضعنا آلية اخرى لاختيار الاجانب وفشلوا في الاخير اللوم بيصير علينا احنا، يعني في الاخير. جميل. احنا اخترنا بدر مطوع والحمد لله نجح معنا الى الان. جميل. طيب سمو الامير، يعني افهم انه الفريق ما ينقصر للاعبين اجانب فقط؟ لا لا لا، يعني طبعا بشهاده جميع النقاد، اغلب النقاد المحايدين والعقلاء، انه حتى المتعصبين يعني النصر يعني عنده افضل الخامات السعوديه. ما ينقصنا الا يعني لاعبين اجانب وخانه او خانتين من لاعبين سعوديين. طبعا الاجانب يمثلون 30% من الفريق او 40% من الفريق. فلذلك يعني ان شاء الله اختيارنا للاجانب السنه الجايه بيكون مهم جدا. ان شاء الله ناتي ب3 اجانب مفيدين للنادي او 4 اجانب مفيدين للنادي. جميل جميل. طيب سمو الامير، بصراحه الان انت شرحت ما حدث، وجهه نظرك، لكن الان هناك اصوات تطالب برحيلك. يعني يا سمو الامير يا فيصل بن تركي، نريدك ان تستقيل. هذه اصوات سمعناها في الايام الماضيه بعد خساره الاتحاد، بعد خساره امام ذوب اهان. اصوات جماهيريه في نادي النصر تقول استقل واذهب غادر، ماذا ستقول انت؟ انا ابغى اشدد على هالنقطه، يعني انها نقطه مهمه. طبعا انا رجل اعمال، جيت من اجل خدمه النصر. يعني انا ماني بحاجه للمال او للشهره والحمد لله والمنه، يعني ماني بحاجه لهالاشياء. لكني احب هذا النادي منذ الصغر طبعا، اعشقه مثل اي احد من جماهير هذا الفريق العظيم والكبير. طبعا حب النصر في قلبي ودمي مهما قدمت للنصر. نعم. يعني نعم. نادي النصر زي ما قلت يعني شيء مهم في حياتي. طبعا انا كنت قبلها عضو شرف دعمت جميع الادارات جميل. يعني بغض النظر عن الاسماء. طبعا احنا عملنا شيء كبير في الفئات السنيه، وطبعا اشكر العضو الاخ ايمن باحاذق على كل اللي سواه في الفئات السنيه. الناشئين حققوا بطوله الدوري ما حققناها من زمان. طبعا الاولمبي كان ينافس على البطوله، لكن ان شاء الله انا عارف الجماهير همها الاول الفريق الاول طبعا. نعم. معدل اعمار اللاعبين يعني 22 سنه، 22 الى 23 سنه، فباذن الله يعني العمل ما يجي، العمل تراكمي دائما، ما يجي يعني بين يوم وليله تبغى تغير فريق كامل، واحنا غيرنا فريق كامل. طيب سمو الامير، انت شو ترد على اللي يطالبون بالاستقاله الان؟ انا قلت لك يعني انا اتيت للنصر خدمه نادي النصر. يعني العمل اللي قاعدين نعمله احنا ما بقى الا القليل هالحين. يعني طبعا طموحاتنا، يعني ابغى احقق احلامي انا في هالنادي الكبير. يعني ما هي هذه طموحاتي انا لنادي النصر. قادر على تحقيق الطموحات هذه انت سمو الامير؟ باذن الله. نعم. طيب سمو الامير، يعني انت تعترف الان ببعض الاخطاء وتطلب ان تكمل فترتك الرئاسيه والى اخره. ابغى اسمع منك التغييرات في الموسم المقبل. النصراويه يبحثون مثلا عن تجديد عقد بدر المطوع، تغييرات اداريه، هل سيبقى مثلا سلمان القريني عامل السلهام مجلس ادارتك، وتجديد عقد بدر المطوع، هذا ما يتم تداوله الان، كيف تعلق؟ شوف انا اعترف بالاخطاء، وانا اعد فقط بالعمل ومعالجه الاخطاء كلها اللي وقعنا فيها. انا شخصيا يا فيصل بن تركي اعد بمعالجتها وباخطائي انا شخصيا. طبعا بقى لدينا بطوله، هي بطوله مولاي خادم الحرمين الشريفين. نعم. جبنا المدرب الرائد الان، يعني المباراه اللي فاتت كنا جيدين، لكن في اخطاء فرديه هي اللي خلتنا نتعادل يعني. فباذن الله تغييرات قادمه. انا ما اقدر اتكلم عن تغييرات في مجلس الاداره الان الى ان ينتهي الموسم، لكن باذن الله في تغييرات ان كان على مستوى اللاعبين والفريق. اداريا الى الان بنعقد اجتماعات طبعا مع اعضاء الشرف، وانا طبعا بالمناسبه احب اذكر اللي تكلمت مع الامير محمد بن عبد الله عضو شرف نادي النصر امس، وكان بيننا يعني
اشياء مهمه بمستقبل نادي النصر. جميل. طبعا يعني بالنسبه لنا مهم جدا 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 انه بعد الموسم ان شاء الله يصير في اجتماع لهيئه قضاء الشرف، واجتماع موسع لهيئه قضاء الشرف باذن الله. جميل. يعني لخدمه هذا النادي والعمل الافضل لهذا النادي. شكرا جزيلا الامير فيصل بن تركي بن ناصر رئيس نادي النصر، معلقا على المطالبات الجماهيريه التي نادت باستقالته. ايام ويسدى الستار على الموسم